السلام عليكم. اخباركم ايه؟ النهارده انا في حدث انا سايق يا جماعه ساعتين علشان اوريكم الحاجه دي. تمام، الحاجه دي اللي هي اهو يا جماعه. انا جيت سوقت ساعتين عشان اوريكم روان يونيفرسيتي، الكليه اللي انا بتكلم عليها من زمن الزمن يعني. بص الكليه يا جماعه، يعني هي دي حرفيا مبنى كبير جدا وفيها ملاعب. الملعب بتاعهم، الطريق بتاعهم، يعني يعتبر ايه، دي امريكا يا جماعه. هي دي يعني اللي احنا بنتكلم عليه ده، ويعني الفضيان والكلام ده، هي دي امريكا خلاص، فاهم؟ فانت ما تقدرش ان انت تقول حاجه. فانا عايز اوريكم الجامعه من جوه شكلها ايه، وهوريكم كده ايه البيزنس ديفيجن. يعتبر اكتر حاجه اللي هي يعني ايه مطلوبه او الناس تتعامل عليها بزنس ديفيجن، او سواء الانجينيرنج اللي هو الديفيجن بتاع الكمبيوتر ساينس والحاجات دي. فتعالى هوريها لكم. هحاول اخش جوه واصور لكم وافهمكم حاجات وحاجات كده. اهو يا جماعه، ده يعني مبنى ايه ده صاحبي؟ بيزنس. بس تعالى ده البيزنس الديفيجن. هنحاول احنا نخش من جوه. يعني بصوا يا جدعان، حرفيا دولة جوه دولة. بصوا يا جماعة، الجامعة دي فيها اوريدي، يعني جوه الجامعة عموما يعني كلها جامعة واحدة، بس جواها مثلا البيلدينج ده لوحده بس للبيزنس للكولج بيزنس. يعني هو ايه، تخصصات البيزنس بس تبقى موجودة هنا. بس انت ممكن يعني تروح المبنى ده مثلا تدرس فيه مثلا حاجة، بس ده مثلا ايه اللي بقى فيه بقى كل حاجة، في الادفايزرز، في الدين اوف بيزنس، الناس كلها كل حاجة يبقى موجودة ايه في المكان ده يعني. دلوقتي يا جماعه بقى في موضوعات مهمه جدا، علشان في واحد قبل كده اترفض على موضوع الماسكت. ايه الماسكت ده؟ ده ده الماسكت. كل جامعه بيبقى ليها، كل جامعه بيبقى ليها ماسكت معين. فده مثلا الاول ده بوما، ده شعار بتاع الجامعه كلها. في جامعات تانية مثلا زي مونكلير دي لها علاقه مثلا ايه النسر. فكل جامعه يبقى ليها يعني الاشاره بتاعتها او العلامه بتاعتها. انتوا يا جماعه ان شاء الله اشوفكم في الطياره اللي جايه دي، او مش عارف رايحه، بس المهم ان انا هشوفكم ان شاء الله في الطياره دي. ده ده الساينس هول، ده اللي هو فيه بقى الكمبيوتر ساينس اهو طبعا. ساينس هول ده فيه الكمبيوتر ساينس، اي حاجه لها ساينس، سايكولوجي، سوسيولوجي، اي حاجه ليها علاقه باليولوجي هتلاقيها موجوده. هتلاقيها موجوده هنا. يعني الصراحه شكله يا جدعان تحفه يعني بجد. تمام، عدينا كل بقى المراحل دي. اهم بيلدينج، والبيلدينج ده حرفيا انت هتبقى بايت جواه، انت فاهم؟ كل حاجه انت هتعملها جواه. ده البيلدينج ده بيلدينج الادميشنز ده في حرفيا كل حاجه انت ناوي تعملها في الكليه دي. لو بقى من بداية ان انت تخش في الاول علشان تشوف تاخد الكارت بتاعك، الاي دي بتاعك، علشان تقدر ان انت تدفع المصاريف بتاعتك، علشان انت تقدر مثلا ايه تظبط اوضاعك، سواء بقى انت عايز مثلا تغير التخصص بتاعك، تظبط المواد بتاعتك. كل الحاجات دي هتبقى موجودة فين؟ في الادميشنز. فكل حاجة ليها علاقة بالكلية هتبقى رقم واحد ادميشنز. فتعالى برضو ناخد جوه. وفي كمان في كمان مسجد حابب ان شاء الله اوريه لكم لو مفتوح. هبقى اوريه لكم. يعني حاجه جميله جدا ان انت برضه في امريكا، وفي يعني جامعات ما طبعا مش غالبا مش مسيحيين، اكتر مش مسيحيين، قصدي مش مسلمين، بس كويس ان في مسجد، كويس ان هما ايه بيحترموا. ودي احسن حاجه على فكره، لان يعني هما بيحترموا سواء انت جاي منين، انها اصلا البلد يعني مبنيه على الدايفرستي. الناس اللي بتبقى جايه من جميع انحاء العالم بدماغ تفكير مختلف عن التاني. فدي حاجه كويسه جدا ان هم محترمين اللي انت يعني محترمين دينك، ومحترمين اصلك، محترمين كل حاجه، ما يقدرش ان هم يعني يقللوا منك حتى. بس فتعالى نخش جوه كده ونشوفوا ايه الوضع. بصوا يا جماعه، ده الفاينانشال ايد اعتقد. لا، دي اندر جراد ريجستريشن، ده انت هتسجل فيه المواد بتاعتك. حلو، انت متسجل في فاينانشال ايد. طبعا احنا مالناش دعوه بالفاينانشال ايد دلوقتي.
في البرسار اللي هناك ده اللي انت هتدفع فيه الفلوس كلها، ده اللي انت هتتشمط فيه يعني من الاخر. هتدفع فلوس بالهبل يعني. بس يا جماعة ده يعني صراحة حاجة تحفة. دي المفروض مكتوب advising، تشوفوها هنا advising service. الناس بتقعدوا بتبقى مثلا ليها علاقة بالتدريس او بالنصايح او اي حاجة من الحاجات دي. في هنا برضو نقطة ايه الباث بروجرام، ده اللي انا بكلمكم عليه. الباث بروجرام ده اللي هو بيبقى فيه انجليزي والتخصص مع بعض، فده هيبقى يعني ده مهم جدا وانت هتبقى موجود فيه في جميع الاحيان يعني. بس وده روان اوفيس. نقطة مهمة برضو بالنسبة انت بإذن الله ربنا كرمك وجيت ان انت تخش الكلية، اول حاجة قبل تعملها اي حاجة هتخش على حاجة اسمها placement test. لازم تاخد ماث وانجلش علشان يقيسوا مستواك في الانجليزي او في الرياضة. ده في حالة ان انت لو هتاخد تخصص علمي زي كمبيوتر ساينس، اي حاجة فيها ماث. بس ده المكان هنا. برضو مكان الصراحة يعني كبير جدا ومنظم يعني الصراحة. بس يا جماعة ده اصلا الطريق ده جوه الكلية اصلا يعني. فاللي انت محتاج ان انت عشان تعدي السكة طبعا واحد يشوطك، واحد هيجي فاهمت زي ده كده بيجري هيشوطك، فانت محتاج انت تعمل حاجة مهمة جدا، واللي هي هتدوس كده على زرار. احنا رايحين دلوقتي. ما شاء الله جميل. تك على البتاع. هنا عشان بعد عدي السكة يا جدعان لازم ندوس على البتاع ده. بيقول لك ويت، اصبر لحد ما الوقت يعدي. قلة ادب الصراحة. هناك دي لازم يقف هنا عشان دي اشاره. هنا علشان اشاره لازم ان الاشاره تقف علشان انت تعدي. اما دي تدوس وتعدي. تدوس وتعدي. تعالى جرب. الناحيه الثانيه الصراحه بعيد قوي، مش هتمشى كل ده. بس بعيد لحته المكان ده انت بتدوس على الزرار وبتعدي على طول عشان ما فيش اشاره، فدي حاجه يعني ايه محترمه يعني. فاحنا هنعدي عادي يعني، مش محتاجين ان احنا نستنى البتاع. يعني انت المصري في طبعه، فلازم ان هو يكسر اي حاجه يعني. احنا لازم نكسر قوانين علشان نحس ان احنا مصريين بس. مش بقلل، بكلم بجد، بهزر يعني عادي، بتكلم بجد برضه عادي برضه. فيا جماعه الجامعه دي حرفيا يعني قويه جدا، سواء من كبرها سواء من يعني حتى التعليم فيها كويس. انا في واحد معايا ده طبعا انا ساعدته في ان هم يعني ايه، ساعدته هو عمل كل حاجه بنفسه، بس انا في نقطه ايه اسئله حاجات من كده يعني. الحمد لله ان هو عدى. بس اول حاجه قالها لما هو جه سالني وان انا جيت قلت له يا عم الناس انت قال لي انا محتاج اعمل ايه، قلت له اول حاجه خد ايلتس. بعديها والله العظيم راح اخد ايلتس وجاب 6 وطلع قدم مع نفسه وحاول ان هو يخلص كل حاجه بنفسه، وانا ساعدته طبعا في كذا حاجه. بس ما شاء الله دلوقتي خلاص هو بدأ ان هو يخش كليه، بدأ ان هو يدرس، خلص اول سمستر، الدنيا تمام. وبرده هو مش حابب ان هو يتكلم ويطلع في كاميرا، هيعمل حاجات بيرسونال ما مش قدرش احنا ندخل فيها. بس هو الكلام اللي هو قاله لي، قال لي المنطقه دي ميزتها ان هي يعني فيها سكن كويس، فيها الجامعه كويسه جدا، بس عيوبها ان مفيش اللي هو الشغل الكتير، بس ان هي قريبه من فيلادلفيا وهي ولايه تانية تقدر ان انت تروح هناك، وطبعا فيها شغل كتير جدا الولايه دي، فتقدر ان انت تروح هناك وتقدر ان انت تشوف شغل وكذا. ده ان ممكن انت ايه تحس بيه بصعوبه شويه ان انت تلاقي شغل. بس ان شاء الله يعني هو ربنا لو كرمك ان انت تيجي تشتغل على طول تيجي تشتغل على طول. انا من ساعه ما جيت انا قعدت اسبوعين قبل ما اشتغل، فاهم؟ بعد اسبوعين اشتغلت. هو مثلا بعديها بشهر بدا ان هو يشتغل. فكل واحد على حسب دنيته يعني عايز دنيته ازاي وهو ربنا كاتب له ايه. فعايزين نكمل في نقطه ايه الجامعه ده يعني، ده كده يعني ايه اوفرول عن الجامعه شكلها ايه. مش عايز احاول ان انا اغطي، بس الجامعه كبيره جدا وانا مش عارف انا اروح واجي منين. فاحنا لحد الان هنا الجامعه بتوفر لك ان انت تاخد سكولرشيب ب $19,000. يعني انت حرفيا ممكن تدفع نفس المبلغ اللي انت هتدفعه في الكوميونتي كولج تدفعه في الجامعه، بس محتاجه منك حاجه واحده، ان انت تاخد لغه.
سواء زي ما قلت لكم زي الفيديو اللي فات تقدروا تتفرجوا عليه دولينجو ولا ايلتس. ده حل مناسب جدا ان انت تخش الجامعه دي وتاخد فيها سكولارشيب، وحلوه جدا السفاره ان هي قويه جدا جدا يعني. فدي هتساعدك كتير جدا ان انت تقدر ان انت تيجي هنا. بس ده نهايه الموضوع كله. انا هحاول اخد لكم قصصك عن المنطقه من شويه، منطقه برضو ايه حوالينا وكده، في منطقه وحشه في منطقه حلوه، هحاول انا اوريكم والله المستعان. السلام عليكم. طب يا جماعه بيتك التاني غير الادميشنز، في بقى بيتك الاولاني اللي هو ايه الادميشنز بس بتاع الانترناشونال اللي هو اللي احنا. هو ده يا جماعه، ده حاول تحفظه عندك علشان ده هيبقى مهم جدا بالنسبه لك لما تيجي ان شاء الله. بس هي دي النقطه الاساسيه اللي هو اسمه ايه، اسمه يلا هاوثورن هول. ما اعرفش هم سموه كده ليه، بس هو ده المكان ان انت المفروض تخش. اكيد هو ليه باب من ورا، بس هي دي المكان ان انت هتخش كتير بالنسبه ان انت عايز تظبط اوضاعك الحاجات دي كلها. وانت مثلا وبيحترموا حاجه مهمه، عارف ايه؟ الناس الهنود يكون عندهم اعياد، بيعملوا اعياد تحت بعد الهنود. والله الهنود كلها بتبقى موجوده. الستودنت سنتر ده جدعان فيه كل حاجه، كل الحفلات اهو بيقول لك يعني celebrating ال 50 years، سواء هم 50 سنه الجامعه دي مفتوحه. فالمكان ده بيبقى فيه كل حاجه حرفيا، سواء ان انت عايز تعمل حفلتك، عيد ميلادك، عايز تعمل حفله جوه. من هنا بيحبوا الحفلات الكتير جدا، وبيحتفلوا بكل حاجه حرفيا. اي حاجه تلاقيها موجوده تلاقيه بيحتفلوا بيها، سواء بقى ان في هناك برضو زي كالتشرز كتير، زي مثلا الهنود، زي الباكستان، زي مش عارف الامريكان، سواء كل الانواع هتلاقيهم بيحتفلوا في نفس المكان ده. الستودنت سنتر ده انت هتحتاجه برضو ان انت تروح فيه، ان انت تتعرف على ناس. انت ما ينفعش تبقى انت لوحدك، لازم تكون متعرف على ناس عشان تعرف الدنيا فيها ايه يعني، وتعرف مين وكل الكلام ده. ممكن نخشوه، بس مش عارف هو بقى قافل ولا لا. تعال نجرب. لا مفتوح يا جدعان، احنا ممكن نخش، بس مش عارف الريحه غريبه كده، ريحه هنود. دي حاجه من ده عنصريه دي، حاجه من العنصريه دي. والله العظيم، والله العظيم حاسس ان انت قاعد في كافيه يعني انت على البحر. والله العظيم. لا ما شاء الله، يعني ديزاينز جامده جدا 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 جدا. واعتقد في برضو انت هنا الاكل وكده، ولا ده ليه علاقه بس بالقعده؟ يعني في اكل، في دايننج هول صح، ايوه هناك في، بس مطعم لسه هو ده قافل دلوقتي. وفي قاعده برضو بره، بس برضو ما قافلين، بيعملوا مش عارف حاجات، فاهم انت. والمطعم برضو مش عارفين شايفينه ولا لا، بس طبعا هما كده هنا بيعملوا ايه، نصبايا يعني. انا اوريكم من جوه. وكل على طول. طبعا يا جدعان ملعب كوره، في بقى كميه ملاعب رهيبه. احنا ممكن نخش نلعب معاهم على فكره يعني. في برضو ايه نقطه ايه، في جيم هنا، الجيم ببلاش حرفيا. ممكن ابقى اخش اوريها لكم، كل حاجه ببلاش. جيم بس انت محتاج بس تكون انت طالب في الكليه، يعني انت ممكن تنام في الكليه اصلا. يعني انت ممكن تاخد لك كده كرسي هنا وتمدد وتنام وتعيش في الكليه عادي. اهو بصوا يا جدعان، في العجل فوق اهو، شايفينه.